السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم كل المتابعين، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. ما تنسوش تسموا بالله وتصلوا على الرسول في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ايه رأيكم بقى في مكرونة المحلات اللي الناس كلها بتتجنن عليها؟ مفيش بيت ما بيحبش المكرونة. المكرونة بالصلصة، المكرونة بالبشاميل، المكرونة بكل أنواعها. ازاي تطلع معاكي مفلفلة وتديكي اللون الجميل وتطلع جوسي وحلوة قوي؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. ما تنسيش يا ست الكل تعملي لايك واشتراك لو يعجبك محتوية، ويلا بينا نسمي بالله ونبتدي الوصفة بتاعتنا. عايزة اقول لكم ان انا بعمل المكرونة دي بكل اوضاعها، اسباجيتي، اقلام، عقل، في كل اوضاعها. اول حاجة حلة على النار، وابتديت ان انا احط فيها معلقتين من الزبدة وشوية زيت، وجبت عليهم كده بصلاية كبيرة مفرومة وحطيتها عليهم، وابتديت ان انا اقلبها. واول ما البصلة بتاعتي تغير لونها على طول هطلعها من الزيت. زي ما انتوا شايفين البصلة بتاعتي اغمقت وعطت الدرجة اللي هي درجة البني بس مش محروق. على طول قمت مطلعاها بره الزيت مصفياها، وجبت صلصة الطماطم اللي انا ضرباها في الخلاط، حطيتها وعليها معلقتين من الصلصة اللي هي العادية اللي هي المعلبة. يعني استخدمت صلصة طماطم وصلصة خلاط وحطيتهم، وابتديت ان انا اسيبها تتسبك مع بعضها. وده البصل اللي انا اخدته معاكم، حطيته كده في كيسة وابتديت ان انا افرمه ناعم جدا. دي الصلصة بتاعتي اتسبكت، حط عليها البصل اللي انا ضربته بالمطرقة علشان خاطر افتفته وانعمه، اللي هو ايه، البصل المحرمش. وحطيت باربيكيا وشطة وملح ومعلقة صلصة تانية علشان اغمق. تقدري تغمقي او تفتحي الدرجة بمعجون الطماطم. ونزلت اهي البصل اللي متحمر ده بيدي الصلصة في حتة تانية، ويخلي المكرونة بتاعتي بتبقى تحفة. كده بقى المكرونة بتاعتي مسلوقة، هنزلها على طول على الصلصة واديها تقليبه وخلاص كده بقت جاهزه معايا. انا حطيت هنا مكرونه اقلام، وعامله حله تانية برضو سباكيتي علشان خاطر في ولادي بيحبوا السباكيتي وجوزي بيحب الصغيره، فعملت يعني حله كده وحله كده، ووريت لكم برضو شكلهم هما الاتنين. بجد بجد دي اللي بيخلي الوصفه بتاعتك تحفه. سواء اقلام سواء سباكيتشي، بصي كده المفرفره معاكي ولونها تحفه ازاي وجميل. بجد جربوا الوصفه دي، هتطلع بالظبط زي بره. وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامه.